بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على سلامتكم يا جماعة، وإن شاء الله تكونوا بألف خير. يوم جديد وفكرة جديدة، وإن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا نحضروا خبيزات هكا محشيين. ما شاء الله جاو بنين وخفاف وطريين، وتستعملوهم حتى هكا في خارجات وإلا هكا توا قادمين على الصيف. نجموا نعملوهم حتى هكا ماشيين للبحر وإلا رحلة ولا وإلا كوتي. دونك يلا نمشيو مع بعضنا نحضروا الخبيزات هذوما المحشيين. أول حاجة خذيت البول هذيكا فيها نص حليب ونص ماء دافي. دونك دافين الاثنين، وخذيت زوز صحايف فرينة. هذيك الصحفة الأولى وهذه الصحفة الثانية، وهذه سميد أرطب. دونك عندنا زوز صحايف فرينة وصحفة سميد أرطب. لهنا خذيت مغرفة ملح، وتوا خليتهم على جنب هذوما الشايح. توا لهنا باش ناخذ المغرفة سكر كبيرة، ولهنا باش ناخذ 10 غرامات حبيبات خميرة خبز. نحركهم مليح 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 في الماء دافي والحليبة، نص حليب ونص ماء دافي. نحركهم مليح ونغطيهم باش يخمروا لي بالكدا. دونك لهنا نحرك هكا شوية السميد والفارينة والملح، ونبدأ لهنا نبدأ هكا نلم بشوية بشوية. ميمتون نصبو بشوية باش ما يغلبناش الماء. دونك لهنا نبدأ نلم بالطريقة هذيا حتى يكشي يتلملي، ومن بعد نولي نعجن. دونك نلمها هكا، نحطو زيت زادا، زيت زيتونة، وتنجمو تحطو حتى زيت نباتي عادي انتوما المتوفر عليه عندكم. دونك توا نبدأ نلمها بشوية بشوية، وتوا بعد ما لميتها باش نحطها على الخامة نخدمها مليح بالكدا من بعد 10 دقايق، ومن بعد يكفي. دونك لهنا باش نحط نضيف زيت زيتونة ولا زيت نباتي، وزيد نحط في البول باش ما كي نحطها في الصحفة ما تشحليش وما تلصقليش في الصحفة. دونك لهنا نحلها بشوية بشوية. وهنا والعجينة إذا ريتها العجينة مازالت تحب هكا الماء، نولي نزيدها نحلها هكا بالكدا ونحفرها بصوابعي، ونزيدها هكا بشوية بشوية الماء الدافي اللي هو معاه الحليب. دونك نلمها حتىكش تتلم لي العجينة ونحسها هكايا طرات. شوفوا كيفاش طرات لي لهنا، وحتى من لونها يتبدل. خدمتها بلون ولات لون آخر، تتفتح تتفتح أكثر. دونك نلمها حتىكش تولي العجينة طرية. ولهنا نلمها هكا بالفوق زادا ندهنها بالزيت، ومن بعد نغطيها باش ما تشيحليش، نخليها على جنب. توا باش نمشي نحضر الحشو متاع الخبيزات هذوما. خذيت كسرونتي باش نحط فيها زيت، تنجمو تحطوا زيت زيتونة والا زيت نباتي. ولهنا هذو المكونات خذيت البصل والسفناريا ربيتها، وخذيت معاها المعدنوس والثوم واللفاح اللي هو كليل وزعتر وكركم وتابل وكروية وملح، ومعاهم شوية اسكالوب. اسكالوب ما خذيتش برشا، نص صدر قطعته هكا ديكوب صغار. ولهنا تو في الكسرونة حطيت الزيت وحطيت البصل، وكملت حطيت الصدر تاع الدجاج باش نقليهم على الغاز على نار هادية. ومن بعد هنا سي بون تقلاو. تو باش نحط السفناريا، وكمل نحط المعدنوس واللفاح، ونرجعهم على الغاز يقعدوا هكا يمشيو سلة سلة حتى يطيبوا بالكدا بالكدا. وديجا باش يخرجوا الماء متاعهم، مانيش باش نزيدهم الماء حتى يتقلاو هكا شوية. ومن بعد ديجا أنا لهنا وقت اللي قليتهم هكا نسيت عليهم نشاحوا، وليت زدت عليهم شوية ماء، خليتهم هكا يتقلاو بالكدا بالكدا حتى نشح الزيت متاعهم والماء. نشح بالأخص الماء ماذا بينا تكون شايحة، ما تكونش فيها هكا الماء برشا باش البات ما تتبللناش. دونك لهنا زدت عليهم كعبتين جبن مثلثات، وزدت ربيت لهنا كعبتين عظام سمطهم وربيتهم وحطيتهم معاهم. لهنا نحركهم تو بالكدا بالكدا، ومشيت راني رحيتهم. بعد ما رحيتهم تو لهنا باش نجي بالعجينة. ديجا شوفوا ما شاء الله كيفاش خمرت. توا باش نخدمها شوية على الرخامة ونقصها هكا كويرات صغار، وانتوما والحجم اللي تحبوها.
أنا حسيتهم قصيتهم هكا صغار، وزدت كل كعبة هكا كي نحطها في كفي نلقاها هكا كبيرة شوية نحاول ناخذ منها شوية ونحطها بالكعبة اللي نلقاها ظريفة، المهم نفس الحجم عملتهم وراكم شفتهم كيفاش عملتهم، انتم لكم الاختيار تحبوهم تعملوهم صغار والا كبار. راهو بصراحة جاو بنين برشا ويساعدوكم هكا في خرجات ولا حتى يجيو حتى كعشية مع حاجة سوب هكايا والا يجيو هكا تخرجوا بكامبينج ولا هكا ولا حتى جوتيه للصغار يلقاو ما ياكلوا. دونك نخدمهم بالطريقة هذيا من بعد هكا نلمهم هكايا ونحطهم على جنب والا تحطهم على طبق باش من بعد تبداو تاخدوا الكعبورة بالكعبورة وتبداو تحلوها. شوفوا الطريقة اللي أنا نخدمها. دونك لهنا تنجموا تحطوا الفرينة ديجا هي العجينة طرية باش ما تلصقكمش أو كان تبدا تحطوا شوية فرينة. دونك نحاولوا نحلوها هكا بالطول والا تعملوها بالعرض اما تكون هكا الديستانس ماهيش كبيره برشا وتكون ملوطه زاده جيده ماهيش خشينه كيف ما شفتوا انا كيفاش حطيتها هكا تكون مستحبه ماهيش لا هي جيده لا هي خشينه. شوفوا كيفاش السمك نتاعها ريتوها حتى سنتي ما عملتوش. دونك لهنا تو نجيب الحشو نحطو هكا نوزعو على الكامل الواحد بالطول سواء بالطول هكا والا بالطول بالعرض وتوا نلمها جست نحط هكا من هنا ليمي الفوق على اللوطاني ونلمها هكا من الفوق الفم متاعها نسكرها بالكدا. دونك تسكرت هكا تسكرها هكا وبعد نجي هكا نمسها هكا باش تتطرى وبعد ندورها بالطريقة هذيا وسي بون كهو وجيت لهنا حطيت صحفة فيها عظمة وفيها شوية حليب ودهنتهم هكا من الفوق. الأصفر متاع العظمة دهنتهم هكا من الفوق مع شوية حليب عصفورية متاع العظام وزيت كملت حطيت شوية سينوج والفور يكون يشعل على 180 درجة. جيت لهنا بالسكينة هكا جرحتهم شوية باش يعطيو منظر مزيان وفي بون لهنا طابولي وما شاء الله. وتوا شوفوا ما شاء الله كيفاش جاو أكم انتم وكيفاش تحبوا تعملوهم. انا جوني هكا طويل شوية. شوفوا هاك باش نقص معاكم شو صدقوني والله جاو بنين ما شاء الله. تنجموا راكم لحم دجاج تنجموا تعملوه باللحم مفروم والا بالطن اما ترحيوها رحيوه باش يجيكم مزيانين وبالكدا. وتوا ما نقول لكم كان استودعكم الله والى اللقاء.